تعالوا اقول لكم على خروجه ببلاش في الزمالك، وهي قصر عائشه فهمي. تقدروا دلوقتي تروحوا وتدخلوا بالبطاقه بس من غير اي رسوم دخول نهائي، فهتروحوا بقى وتشوفوا الفيو الجامد اللي على النيل ده اللي في الزمالك ومن غير اي حاجه خالص. طول ما انتوا ماشيين بقى هتنبهروا بالفن اللي موجود في القصر واللوحات اللي موجوده وكل حاجه فيه، وده لان هو مبني من 1907. اللي بنى القصر ده بقى فهمي باشا لبنته عائشه فهمي. القصر ده مبني على الطراز الايطالي لان اللي عامله مصمم ايطالي. وسنه 42 اشترت عائشه فهمي نصيب اخواتها من القصر ده ب 72 الف جنيه بس. متخيلين ان القصر ده في المكان ده في الزمالك على النيل ب 72 الف جنيه بس؟ يا سلام على السهولة زمان والحياة البسيطة اللي كانت بجد سهلة كده. المهم بقى ان القصر ده دلوقتي تابع لوزارة الثقافة ومفتوح لكل الناس من غير اي حاجة. بصوا بقى اكتر حاجة لفتت انتباهي هي الدريسنج روم. بصوا خطيرة ازاي ومعمولة بفن ازاي بجد. وكمان الدور الارضي للقصر بيكون